صاحب عتمة بين شفاف النادي. محتوى زي ما انتم عارفين ترندات واخبار. هتفاجئ وسط الترندات ان في ترند عن مسلسل، ترند ومسلسل ايه الجبروت ده. فتعمدت اشوف ايه المسلسل اللي يطلع الترند ده، وبعدين اول حلقتين ويطلع ترند، اكيد في حاجه غامضه في الموضوع. شفت اول حلقتين ويا ريتني ما شفت اول حلقتين. المسلسل اسمه سفاح الجيزه، بطوله احمد فهمي. احمد فهمي عامل فيه ايه ده؟ ايه الجبروت ده؟ ايه ده؟ ايه الرعب ده؟ انسى نهائي احمد فهمي بتاع الكوميديا من اول حلقتين ويبقى الوضع كده. امال باقي المسلسل ايه اللي هيحصل؟ والله انا انصح اللي اقل من 18 سنه ما يشوفش المسلسل، صعب جدا جدا جدا. والاصعب في الموضوع انه متاخد من قصه حقيقيه في الجيزه سنه 2015 لسفاح الجيزه المشهور اللي كان اسمه قذافي فراج. قصه كانت مشهوره سنه 2015، الشخص اللي قتل صاحبه وبعدها قتل مراته ودفنهم في نفس المكان وحوارات كده كبيره. لو عايز تعرف تفاصيل القصه ابقى تابع بقى المسلسل يا معلم، ده لو تقدر يعني. ايه ده يا جدعان؟ ده صحيح رعب بمعنى الكلمه وتمثيل خطير. والمرعب في الموضوع انها قصه حقيقيه مش من وحي الخيال. لو حتى من وحي الخيال المؤلف ما يوصلش تفكيره انه يطلع الرعب ده كله. ده لو خيال تبقى مقبوله شويه، لكن قصه حقيقيه وتتجسد دراميا بالشكل ده كده بصراحه حاجه فظيعه. انا كل اللي يهمني في الموضوع انك تدوس لايك بعد اذنك يعني.